السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من فيلم ترند. الفيديو ده للاسف مش هراجع فيه حاجه او هتكلم فيه حاجه عن الافلام او المسلسلات او الترندات الحاليه دلوقتي يعني، لان للاسف زي ما انتم شايفين انا لسه الشغل دلوقتي. ف يس انا نزلت شغل وما بقاش عندي وقت كافي ان انا اقدر اركز او ان انا اكتب حاجه، اكتب سكريبت او اتفرج على حاجه اراجعها. بس بحضر دلوقتي يعني في الوقت اللي فاضي عندي، بحاول على قدر الامكان ان انا ان انا اتفرج على افلام في الواتش ليست عندي كانت فايتاني ان انا المفروض كنت اتفرج عليها. علشان عايز احضر شوية قوائم حلوين اتكلم فيهم في الوقت اللي هيكون اوف بالنسبة لي. آم، دي الخطة اللي أنا شغال عليها، لأن للأسف اضطريت إن أنا أنزل شغل لأن السيركمستانسز اللي كنت قاعد فيها في البيت ما كانتش مناسبة تماما إن أنا أقدر أكون يعني مستمر في صناعة المحتوى، وإن أنا أقدر أكون مترقب للترندات. الحياة عموما يعني أصبحت سيئة، مفيش صفاء ذهني إن الواحد يقدر يفكر إن هو يعمل حاجة ويكون مردودها مش وقتي، ويكون مردودها بعد فترة معينة من الزمن. بس خليني أقول لكم إن شاء الله هرجع يعني بإذن الله. فترة وهتعدي يعني. وهي عموما الفترة دي مش هتعدي إلا لما أعمل تايم مانجمنت وأقدر يعني اتبع الجداول والحاجات اللي انا بعملها. ان انت اصلا تعمل جداول وتمشي عليها ده في حد ذاته بيكون شيء صعب جدا. ولما تعمل الحاجة اللي هي مثلا شغلك، انت خلاص خلصت الشفت بتاعك، مثلا انا في وقت راحتي دلوقتي انا لسه ما خلصتش الشفت، بس بعدها بتبقى خلاص ما عندكش طاقة ان انت تقدر تعمل حاجة اصلا يعني. للأسف الشغل بيستنزفك بشكل مش طبيعي. ف انا طبعا زعلان جدا ان انا سايب التشانل دلوقتي بدون اي فيديوهات ومنقطع تماما عن عمل اي فيديوهات. حتى ما فيش حاجة يعني، انا قلت كمان في الفترة دي هتفرج افلام وهكتب لها سكريبتات، بتفرج بدون ما يكون عندي الوقت ان انا اكتب سكريبت، لان كتابة سكريبت محتاجة مني يعني زي ما تقولوا فايبس معينة كده. ابقى قاعد كده هوت في مكان بدون ما اي حد يقطعني، الانترنت يكون عندي كويس علشان اقدر اعمل سيرش وترجم واعمل حاجات زي كده، واطلع اللي في دماغي اصلا ومفهومي اللي انا فهمته من الفيلم او المسلسل اللي انا اتفرجت عليه. فبياخد مني وقت ومجهود كبير جدا، وللاسف انا مش عارف دلوقتي افضي وقت يكون مناسب ان انا اقدر اعمل في الحاجات دي. انا مستغرب شكلي على فكرة بالحاجات اللي انا لابسها دي، لان انا مش متعود احلق دقني. تمام. بس تحس ان انا اوبنهايمر كده في نفسي. يس I'm destroyer of the worlds. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي.